ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ في يعني قلق كده في البلد حاصل، لان الفنان طه الدسوقي في افتتاح مهرجان الجونه عمل فقره ستاند اب كوميدي، واتكلم عن الضغوط الناجمه عن الشهره. فكره ان هو خلاص اي حاجه بقى بيقولها بقت تعتبر تصريح، واي نشاط بيعمله في يومه مهما كان تافه بقى خبر. والحقيقه كلامه صح، يعني الشهره مش سهله في العموم يعني، وبالذات الايام دي، لان كنت لسه حتى بتكلم مع واحده صاحبتي اسمها أميمة من ساعات، يمكن ان الناس دلوقتي متحفزه، فالحاجه المفروض رد الفعل عليها قد كده بيبقى قد كده وبتاع. المشكلة في الأمثلة بقى اللي هو استخدمها عن الأخبار من نوعية شاهد إن أمينة خليل انتهت من أجازتها الصيفية، وإن هو شاهد زوجة طه الدسوقي بعد مش عارف كانت في سوبر ماركت ولا إيه، في عينك ما تشوف إلا النور. بقى بعض الصحفيين أو كتير منهم علشان يثبتوا إن ده كذب وافتراء عملوا حملة سلخ ضد الراجل، فأكدوا اللي هو بيقولوا إن فعلا حاجة قد كده ومش مقصودة بقت قد كده. هو ما بيتكلمش على مهنة الصحافة أو التغطية وشكلها، هو بيتكلم عن الصعوبات الناجمة عن الشهرة. ولكن لو مصرين بقى نتكلم عن الصحافة الفنية بالذات، ففي ناس كتير قالت لك طب ما الأخبار دي موجودة فعلا، طب ما احنا بنشوف تفاهات، طب بتاع. لا، هي مش دي المشكلة، لأن الأخبار اللي من النوعية دي اللي هي الجوسب أو النميمة موجودة في كل حتة. يعني أنا شفت مثلا خبر وصلت الحكاية لأن بن أفلك كان متزرزر مش عارف يطلع بعربيته علشان في حد زنق في الركن عليه، ومصورينه ومنزلينه عادي. في خبر أشوفه كتير قوي بقى إن فلان unrecognizable، ان هو في ممثل، يعني شوف قد ايه يا حرام الدنيا جت عليه، فاللي يشوفه ما يعرفوش، تدخل تبص تلاقي شكل الراجل عادي جدا يعني. والناس سبحان الله بتعلق نفس التعليقات، انا مش عارف كنت هكمل يومي من غير التفاهات دي ازاي وبتاع. فالمشكله بقى في مصر ان الحكايه دي او الكلام ده طاغي، هو اللي سائد، هو اللي احنا شايفينه، يعني اللي بيحاول يعمل حاجه كويسه بيتدارى وسط الكلام ده كله يعني. فليه هو طاغي؟ هنا المشكله بقى. اي مهنة في الدنيا بتطرأ عليها تطورات تكنولوجية، يعني الطب مثلا كانوا ايام الفراعنة يتشقلبوا علشان يعرفوا اللي قدامهم ده عنده ايه، ربنا يسر بقى دلوقتي وبقى فيه، ومن زمان وبقى فيه اشعاعات وتحاليل ومش عارف ايه. بس قواعد المهنة المفروض ان هي بتفضل زي ما هي. الا الصحافة للأسف لاعتبارات كتير الناس بتستسهل وبتعتبر ان الموبايل هيقوم بالشغلانة عنه، فبيبعتوا يا عيني مجموعة من الشباب المساكين بدون لا تعليم ولا تدريب ولا اي حاجة خالص، ويزقوهم بقى على المناسبات المختلفة، اعياد ميلاد، على افراح، على جنازات، على بتاع، بالموبايل، ما معاهم الموبايل دنيا واللي فيها، يشوطوا في الناس والناس تشوط فيهم لحد ما المهنة دي بقت شيء يعني، خاصة وان في قنوات تبع التيك توك وبتاع، فما بقاش حد يعرف ده من ده. وحتى المواقع نفسها يعني عارفين انتوا كان في من فترة اشاعة طلعت ان مامة منة شلبي توفت. ايه مصدرهم؟ كان ان الفنان جمال عبد الناصر، الفنان الكبير طبعا، شاف الخبر ده في صفحة فراح مشيره زي اي بني ادم. فانا في اللحظة دي افتكرت المسرحية بتاعت محمد صبحي، قريبهم مش قريبهم، صديقهم مش صديقهم، جارهم مش جارهم، عابر سبيل. يعني حبيبي انت نقلت عنه هو ليه اصلا؟ هو مش هو اللي يعتذر، انت اعتبرته مصدر على اساس ايه؟ مش اي حد مشهور، هو مش مقرب من الاسره، مش عضو في نقابه المهن التمثيليه في مجلس الاداره يعني، فانت المفروض كان في حد راجع على الاقل ورا الشاب اللي نزل الخبر ده يعني. فالدنيا بقت صعبه شويه، بلاها المحتوى في داهية المحتوى. حتى في الانترفيوهات المسجلة اللي هي برضو بتبقى حالتها صعبة شوية، في اوقات كتير انت ما بيبقاش هاين عليك انك تديله ستاند علشان الكاميرا ما تبقاش مهزوزة رايحة جاية. يعني المفترض ان الموبايل خلق حاجة اسمها السيتيزن جورناليزم، يعني اي بني ادم عادي دلوقتي معاه موبايل وهو ماشي في الشارع لو شاف حاجة وصورها، هو كده بشكل من الاشكال نقل خبر للناس. انت بقى مش المفروض يبقى زيك زيه اللي هو يقبل يرفعه على الاكونت بتاعه، انت ترفعه على الموقع عندك، لان انت المفروض حد بروفيشنال. ده بيصعب عليك المهمة، انت بقيت في منافسة مع البني ادم العادي، فالمفروض تطور ادواتك علشان تليق بان هي تبقى مادة صحفية. فالمفروض ان قواعد المهنة من حيث الكتابة ومن حيث اختيار المواضيع ومن حيث الاعتماد على المصادر دي تبقى في عناية بيها، وتبقوا بتدربوا الشباب عليها. دي اول حاجة. الحاجة التانية بقى، ودي برضو حاجة مهمة يعني، الشباب اللي احنا بنتكلم عنهم دول وغيرهم، يا اما بياخدوا مرتبات ما تعيش كتكوت. طبعا انا فاهمة ان ده بيحصل في مصر كلها، مش في الصحافة بس اكتر في الصحافة. يا اما ما بياخدش خالص، انت هتكتب في الاول ومش هتاخد فلوس. ويا ريت ده بيحصل مثلا في بداية التخرج، لا ده حصل معايا انا، ورغم ان اللي بيبقى
عارض عليا الاوردر. انا معظم حياتي على فكره اشتغلت من غير فلوس، وده كان خطأ فادح يعني. ممكن حد محترم مع احترامي ليه يعني يطلب مني اكتب له في موقع، هو اللي طالب يعني، شاف لي شغل وعارف ان انا حد كويس، ويقول لي اساله عن مقابل مادي يقول لي مفيش. وعلى فكره حصل مع الاشهر مني ولا اقدم مني ولا احسن مني يعني. ففي البدايه مره وافقت كده وقلت ايه، بدل ما انا قاعده، اللي هي الجمله اللي ضيعت جيل باكمله. وبعدين حسيت باهانه شديده يعني، اللي هو ايه، المفترض يعني الراجل اللي عمل لك الاي تي بتاع الموقع ده ما خد فلوسه، اشمعنى انا مش هاخد فلوسي؟ انتوا ليه بتتعاملوا مع الكتابه باعتبار انها حاجه اي واحد ماشي في الشارع يعرف يعملها، كانها مش مهنه؟ يعني ابناء المهنه نفسها مش بيحترموا المهنه، مش عارفين ان انا هتعب في ان انا اجيب المصادر وان انا انقي الموضوع، وان الحرفه نفسها مش سهله يا جماعه يعني. بس دي حاجه ما اقدرش يمكن اخوض في تفاصيل كتير دلوقتي لان البني ادم العادي ما يعرفهاش يعني. فاحنا قبل ما نبتدي نحاسب مين قال على الصحفيين ايه، وان هم بيحتاجوا لنا، وان هم مش عارفين. هو فعلا الواحد لما بيجي ايام ما كان بيكلم مصادر يعني يقعدوا يتقلطوا على الواحد وبتاع. طب انا معتمد عليك وانت معتمد عليا، فتعامل كويس. بس هي مهنة الصحافة دلوقتي بتتعامل ان هي مش مهنة، اي حد معاه كاميرا موبايل بيعمل اي حاجة. زائد وده يمكن منبع المشكلة، انا بدأت بالصحافة الفنية لان هي دي الصحافة لان هي دي الموضوع اللي فجروا غطاها الدسوقي، انما هي فرع من الصحافة نفسها. والصحافة زي ما هو مش خافي على اي حد زي الفن، بتحتاج لحرية علشان تعرف تشتغل. فالوضع الحالي عامل زي في دكتور حضرتك قلت له بص يا سيدي انت ممنوع عليك ان انت تستخدم اجهزة الاشعة والتحاليل والمش عارف ايه، بس خد الترمومتر اهو زقطت ومعاك البلطو الابيض يلا بقى طلق. فالناس هتنقسم في الحالة دي ل3 انواع. في اللي هيسيب الشغلانة خالص وهيبيع ترمس حتى، في اللي هيحس ان لا انا بحب الطب وما اقدرش اسيبه والمجتمع محتاج له، فهو هيجتهد بالحاجات الضعيفة اللي معاه عشان يعمل اي شغل، وفي اللي هينزل يموت العيان ومش هيهتم. فالمواقع والجرايد وايا مكان عارفين كويس، هما مش عبط ان المادة اللي هما بينزلوها ما تهمش القارئ في حاجة، فبيعوض ده بايه؟ بيجري ورا لعنة الريتش بقى. اي حاجة تعمل ريتش، سواء كانت الحاجة دي شاذة، سواء كانت تصريح اهبل، سواء كانت تصريح من الاصل، سواء ان انا هوقع ده في ده يعني، ايا مكان. فالاستاذ طه الدسوقي ما اظنش ان هو كان غلطان في كلامه، ولو يعني هو الشيء التحفظ الوحيد اللي عندي ان هي فقرة ستاند اب كوميدي وانا ما ضحكتش يعني، ولا اللي قاعدين كانوا بيضحكوا رغم ان ده تخصصه، انما هو ما غلطش يعني. قبل ما نحاسبه نعيد الاعتبار للمهنة، يعني دي مهنة ليها قواعد والمفروض نمشي على القواعد دي، بغض النظر ان انا عارفة ان يعني مفيش حاجة هتحصل، بس ادينا بنعمل اللي علينا وخلاص. شكرا، باي باي.